مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو الرائع. سأشارككم اليوم محتوى مميز ومثير للاهتمام، ولا تنسوا أن تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. كان هناك رجلان في إحدى القرى الصغيرة، كل منهما يمثل نمط حياة مختلف. الأول كان رجلا فقيرا يدعى أحمد، والثاني كان رجلا غنيا يدعى خالد. بدأت قصة أحمد في بيت صغير وبسيط في قلب القرية. كان أحمد يعمل بجد كحلاق، لكن رغم جهوده الكبيرة كانت دخوله ضئيلة جدا. كان يعيش بأقل من المعيشة الكريمة، وكانت الحاجة تدفعه للعمل بجهد لسد احتياجات عائلته. يعتبر النجاح بالنسبة له هو أن يوفر الطعام لأسرته ويؤمن احتياجاتهم الأساسية. بالمقابل كان خالد رجل ثري ومالك عدة شركات ناجحة. كان لديه منزل فخم في ضواحي القرية وسيارات باهظة الثمن. لم يعرف خالد قلة المال أبدا، وكان يعيش حياة ترف وراحة. في يوم من الأيام قرر خالد زيارة صالون حلاقة القرية لتصفيف شعره، وعندما دخل الصالون وجد أحمد يعمل بجهد ويبذل قصارى جهده لخدمة زبائنه. لاحظ خالد كيف يحاول أحمد إرضاء زبائنه بكل تواضع واحترافية على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها. بدأ خالد في التحدث مع أحمد والاستماع إلى قصته. تأثر خالد بإرادة أحمد القوية وروحه المرحة رغم كل شيء. قرر أن يساعد أحمد ويعطيه فرصة لتحقيق حلمه. قام خالد بتأسيس صالون حلاقة فاخر، وطلب من أحمد أن يكون شريكا فيه. قدم له الدعم المالي والتوجيه الأعمالي ليحقق نجاحا أكبر. بدأ الصالون يجذب العديد من الزبائن بسرعة، وتحسنت ظروف أحمد وأسرته بشكل كبير. على مر السنوات أصبح صالون خالد وأحمد من أفضل الصالونات في المنطقة، وازدهرت الأعمال بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك تعلم أحمد الكثير من خالد حول إدارة الأعمال والاستثمار، وأصبح لديه رؤية أوسع للحياة. تعلم أحمد أهمية العمل الجاد والتعلم المستمر، وكذلك أهمية تقديم المساعدة للآخرين الذين يحتاجونها. قرر أن يعين الشباب المحتاجين ويقدم لهم فرصا للعمل والتطوير. بالتدريج بدأ أحمد يفتح فروعا أخرى لصالون الحلاقة في قرى غيرها، وأصبح لديه سلسلة من الصالونات التي توفر فرص عمل للعديد من الناس. قرر أيضا تقديم جزء من أرباح الصالونات لدعم المشاريع الخيرية في المجتمع، مثل إنشاء مدارس ومستشفيات. في النهاية أصبح أحمد رجلا ثريا بنجاحه الذي حققه من خلال العمل الجاد والمساعدة على نطاق واسع. ومن خلال قصته ظهرت قيمة العمل والتعاطف والمشاركة في النجاح مع الآخرين. تعلم خالد أيضا الكثير من أحمد، حيث أدرك أهمية الصبر والتواضع والتعاون. على الرغم من ثرائه الكبير أصبح خالد أكثر تقديرا للأشياء البسيطة في الحياة، وأدرك ما يعنيه العمل الجماعي والإحسان. هكذا التقى الفقير والغني، وتعلم كل منهما من الآخر. أحمد تحقق أحلامه وأصبح رجلا ثريا وناجحا، وخالد اكتشف قدراته الخيرة وأصبح أكثر رضا وسعادة في حياته. ويظل العمل الجاد والتعاون هما المفتاحان للنجاح والرضا في هذه القصة الحقيقية.